يا ترى ايه اللي بيحصل لما انا بتعرض لمشكلة معينة؟ وازاي بقدر اواجه الازمات دي؟ طب ليه حد بيخرج من الازمة دي صالب طوله وبيعرف يتعامل كويس قوي، لا وممكن يرجع اقوى من الاول، في مقابل واحد تاني ممكن يخرج من الازمة دي وهو تعبان نفسيا او جايله نوع من انواع الاضطرابات؟ هقولك ان اللي بيفرق شخص عن شخص هي طريقته في التعامل والياته في التكيف مع المشكلة اللي بيواجهها. كل واحد فينا ربنا مديله شوية عوامل كده بيقدر يتجاوز بيها الضغوط اللي بيمر بيها. زي مثلا ان في شخص عنده قدرة على المرونة النفسية، بيقدر ياخد ويدي كده مع المشكلة، عنده قبل كده خلفية عن ازاي اقدر اتعامل مع الازمات وازاي ادير المشكلة واحط مجموعة كبيرة من الحلول. زي ان في عوامل تنشئة هو اتربى عليها واساليب معاملة والدية من الاول كانت غلط، اديته معتقدات ان هو شخص عاجز ما يقدرش يحل مشاكله بنفسه. زي صلابة العقيدة بتاعته وقوة الإيمانيات اللي بتقدر توقف الشخص مرة تانية على رجله. علشان كده ما تحكمش على ان انت خرجت من المشكلة او ما خرجتش منها وتقارن نفسك بغيرك، إلا لما تعرف إن كل واحد بيطور استجابة مختلفة وليه طريقة خاصة في التعامل مع الضغوط.